السلام عليكم، مرحبا بكم حبوباتي غالياتي في وسطنا لنهار اليوم جيت عليكم ونشارك معكم سلطة القرنون ولا القرنع، كل وحده وكيفاش تسميها حسب المنطقة تاعها. شوفوا لي بسم الله ما شاء الله في البداية تاع الفيديو كيفاش خرجت، وهذوك الالوان بزاف شابين وباهين والذوق تاعها ما شاء الله. نتمنى برك يعجبكم الفيديو وتجربوا هذه الوصفة. نبداو كيما عودتكم بسم الله وصلوا على المصطفى رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله تلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير ومتهنين يا ربي. اذا راكي مشتركه جديده نقولك مرحبا بك حبيبتي في القناه، نورتينا. اذا هذا راك تشوف في الفيديو مازال ما تضغطي على زر الاشتراك، ماذا بك تضغطي عليه باش هكا يوصلك كل جديد راني نديره في القناه، ومنها تكبر قناتنا ولمتنا اكيد. هذه بلا ما نقولها لكم. المروا المقادير مباشره باش هكا ما نطولش عليكم بزاف. اول حاجه بديت بها في المقادير بديت بالرز باش هكا يطيب بالخف ونحيها على جهه. هنايا درت قيس فنجان كبير، انا هذاك الفنجان يعبر لكم قيس نص كاس، تيا ديري نص كاس. هنايا غسلته 3 خطرات ومن بعد درته هنايا في الماء وخليته يغلي يطيب على جهه. في جهه اخرى كنت قشرت الخضره تاعي، استعملت انا هنايا البطاطا واستعملت الزروديه. بطاطا استعمل 2 حبات بهذاك الحجم، بعد ما قشرتها غسلتها قطعتها دي مورسو صغار كيما راكم تشوفوا. وهنايا كنت تاني قطعت الزروديه تاعي دي مورسو صغار باش هكا يدخل طياب بالخف. واستعملت هنايا كميه تاع الجلبانه. هنا بعد ما غسلتهم كامل درت لهم الملح وفلفل اسود ونخليهم يفوروا. هنايا كان طاب لي هذاك الرز كنت صفيته، وهنايا زدت عليه هذيك الخضره اللي كانت طابت. نحيت برك شويه تاع البطاطا باسكو من بعد غادي نديكوري بيها. وهنايا كنت نوجد في المصيدوان تاعي زدت لها هنايا بعد ما زدت الخضره كامل وحركتها مع الرز زدت لها ملح والخل ومغرف كبيره تاع الزيت. ومن بعد هنايا استعملت علبه تاع الضو تاع الزيت، انا نفضل نصفيه من هذاك الزيت، كاين اللي تبغي دير الزيت تاعه. هنايا صفيته وزدته ومن بعد زدت عليهم هنايا المايونيز ايوا حركت كل شيء وخليتها على جهه. وهنايا الطريقه تاع القرنع، هنايا كيفاش طيبيه. جيبي حباتك تاع القرنع غسليهم غايه من هذيك الغبره قبل ما طيبيه، غسليه غايه. بعد ما تغسليه ديريه هنايا يغلي، بعد ما يغلي ويطيب صفيه خليه مده ربع ساعه يريح قسمي يبرد. وهنايا الطريقه تاعه سهله، هنايا راكي ضامنه بلي طاب. هنايا قسميها على 2 كيما راكي تشوفي في الفيديو. هنايا ما حذفت لكم حتى مقطع، وريت لكم كامل الخطوات. من بعد هنايا شوفي نحي هذيك الوراقي اللي جو زياده، ومن بعد جيبي مغرف ولا عفسه هكا تاع موس صغير ونحي هذاك الشعر الزايد اللي يجي في الوسط. وهنايا شوفي الحبات تاعك كيفاش يخرجوا باهيين. وهنايا ابخي بديت هنايا نديكوري معكم، بارطاجيت معكم ديكوراسيون تاعي اذا عجبتكم. هنايا درت هذوك الحبات كامل تاع القرنع، وهنايا درت البطاطا في الوسط. وهنايا راني فاخسي في هذاك القرنع بالمصيدوان اللي كنت وجدته من قبل معكم. طريقه سهله وخفيفه خصوصا للمبتدئات. وهنايا راني ديكوري. هنايا بعد ما فاخسيت كامل هذاك القرنع جبت هنايا كميه تاع الطو حطيتها في الوسط كديكور خفيف، وكنت غليت حبه تاع البيض قطعتها وديكوريت بها. وهنايا زيد معهم حبيبات تاع زيتون اسود. والنتيجه الاخيره شوفوا بسم الله ما شاء الله. وهذه هي الوصفه تاع نهار اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم في وصفه اخرى. بسلامه.